ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ ده الحليب المكثف اللي بعد ما عملته بساعتين سبته بره، ما حطيتوش لسه في التلاجة. طعم بقى وقوام. بصوا قرب لكم، بصوا قرب كمان، بصوا القوام. بصوا، ولسه ما اتحطش في التلاجة، هما ساعتين. عايزين تعرفوا طريقة الحليب المكثف؟ اعملوا بقى كوباية شاي، عايزين تعرفوا طريقة الحليب المكثف؟ يلا بسرعة شوف الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين يا حلوين. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة بقت غالية قوي، الحليب المكثف. الحليب المكثف ده هتعملي بيه شاي بلبن، هتعملي بيه ايس كريم، هتعملي بيه سينابون، اي حلاوة انت عايزاه. بصوا معانا ايه. معانا كوباية لبن بودر، معانا كوباية سكر بودر، معانا نص كوباية مية دافية يعني سخنة كده، معانا معلقة زبدة. نحضر بقى الكبة بتاعتنا او الخلاط زي ما انتوا عايزين. نحط ايه السكر البودر بتاعنا، بعد كده نضيف اللبن البودر كله. خليكم معايا اهو. بعد كده نحط الزبدة بتاعتنا، هي معلقة، نحطها كلها خلاص. بعد كده نحط معانا ايه نص كوباية خليكم معايا. نضرب بقى، نضرب الحليب المكثف لحد ما كل المكونات دي تدوب معانا. خليكم معايا اهو. اضربها وارجع لكم. وخلصنا الحليب المكثف بتاعنا، لسه في مرحلة بعد كده. بصوا عشان يفضل معاكم اكتر وقت هنحطه ايه على النار، ياخد غلوة واحدة اهو. نحط على النار ياخد غلوة. خليكم معايا كده. رفعت الحليب المكثف على النار، انا هسيبه على النار ياخد غلوة بس. نحط بقى ايه نقطة فانيليا بس، حاجة بسيطة، ونقلبه. وخليكي برضك معاه لان ده لبن في الاخر يعني ممكن يفور مننا. هي غلوة واحدة، غلوة واحدة اللي عايزينه عشان نطول عمر الحليب المكثف معانا. بس كده. ايه عامله النار عليه. بصوا بس نسيبه وخلينا معاه لحد ما يغلي غلوه واحده. خليكم معاه. بصوا زي اي لبن لازم ايدينا معاه غلوه بس وخلاص، وهنطفي عليه وهتلاقيه احسن من ايه ما تشتريه غالي. هي كوبايه لبن بودر، كوبايه سكر بودر، معلقه زبده بس. نسيبه شويه على النار واكمل معاكم. كده خلاص خد غلوة على النار، نقفل عليه. يلا بينا. كده خلصنا الحليب المكثف بتاعنا. بصوا 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 السمك ولسه هيتقل. بصوا
لو تقلنا عن كده هيبقى تقيل جامد. بص اللون زي بره بالظبط. نسيبه بس ايه يهدى شويه. عندكم بقى برطمان، بصوا بعمل ازاي، بصوا يكون ايه، انا هغطي عليه بس ايه يبرد. ما تحطوش خالص في التلاجة الا لما يبرد، وهتشوفوا سمكه كمان اتقل من كده. لو تقلنا عن كده هيتقل جامد في التلاجة، ده يقعد معاكم شهر. نفس لون بره بصوا، ولما يتحط في التلاجة يبقى سمك اكتر من كده كمان. وحضروا بقى معاكم ايه برطمان. انا محضره البرطمان اهو، بس لما يبرد شويه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك، وكفايه عليا انكم ايه متابعيني، وتجربوا الحليب المكثف. بصوا الجمال، بصوا لونه. السلام عليكم.